فالناس كلها عارفه الشاورما في العالم بايه، يا اما الدونر التركي يا اما الجايرو اليوناني يا اما الشاورما السوري. انما انت اكيد سافرت كذا حته، عمرك شفت حد بيبيع شاورما بالطريقه المصري؟ هي في الحقيقه اصلا مش موجوده في العالم كله غير عند حيدر ونعمه وسمسمه. ان احسن طريقه للشاورما اللحمه بعيدا بقى عن كايزو هي الطريقه المصري. ممكن في الفراخ ندبيت كتير، انا نفسي بقول ان ممكن تبقى السوري واللبناني وكذا احسن من المصري، انما في اللحمه الساندوتش ده بص اختراع يعني. اي بليف ان هو احسن طريقه شاورما في العالم في اللحمه الطريقه المصري 100%. فده حاجه. والحاجه الثانيه كان الحواوشي. حواوشي في الحقيقه ايه لما تفكر فيه بجد؟ ايش اتس ان ايجيبشن برجر اصلا. هو في الاخر هو الحواوشي عباره عن ايه؟ لحمه مفرومه. أيوه. تفترق نسبه بس الفاتس، ان البرجر ممكن يبقى 80-20، الحواوشي از 60-40 مثلا. وفي الاخر ان ده في بن وده في عيش بلدي، بس في الحقيقه هي لحمه مفرومه. اوكي. فاحنا كان الهدف بتاعنا من اول ما ابتدينا ان احنا وي بيليف ان احنا عندنا تو برودكتس فشاخ. ايوه حد من اصحابك الاجانب بيجي مصر تاكله حواوشي،